ازيكم؟ انا هبة ودي قناتي. النهاردة هنعمل البطاطس والكوسة باللحمة المفرومة بطريقة سهلة ولذيذة هتعجبك قوي. اللحمة اللي محتاجين لها تكون دهونها قليلة، ده حوالي كيلو الا ربع. بصلة كبيرة مفرومة، زبدة. الكوسة مقشرينها بالطريقة دي ومقورينها وتكون كلها مقاس واحد. البطاطس قطعينها من تحت بالطريقة دي كده عشان تثبت في الصينية ومقوراها. التوابل اللي محتاجين لها ملح وفلفل بس. والشوربة كوبايتين شوربة كبار مع نص كوباية عصير طماطم اللي طلعناه من قلب الكوسة وقلب البطاطس حطيته في الصواني من تحت علشان ايه الحاجة ما تتحرقش مننا. معلقتين زيت مع معلقتين زبدة مع البصلة الكبيرة المفرومة اللي عندنا. ما تاخدش لون، هي تدبل بس كده وبعدين نضيف لها اللحمة. هنقلب اللحمة لحد لونها بقى ما يبيض كده. هحط لها التوابل، الملح والفلفل الاسود، كل حاجة نص معلقة. بعد كده هقلب اللحمة كويس وهوطي عليها واغطيها لحد ما تستوي شوية، وبعدين هحط لها معلقة صلصة كبيرة ونقلبها كويس وننزلها كده اللحمة استوت. البطاطس بتاعتنا هنحمرها بزيت غزير يكون سخن قوي وننزلها كده ونقلبها على الناحيتين لحد ما تاخد لون ذهبي فاتح، ما يبقاش لونها غامق منك، لونها فاتح كده صفيها وطلعيها. حمرنا بقى كمية البطاطس كلها. هنبدأ نحشي البطاطس والكوسة. حبة لحمة مفرومة وهتحطيهم بالطريقة دي وهنرص في الصينية جنب بعض، والكوسة برضو بنفس الطريقة. ممكن تحطي حبة بشاميل على وش الصواني دي، أو في ناس بتحط جبن، بس أنا حبيت أعملها بالطريقة التقليدية بتاعت مامتي ومامتك، الطريقة القديمة كده البسيطة خالص. نحشيها بس كده وندخلها الفرن على درجة حرارة 200 في الرف الوسطاني. أخدت حوالي نص ساعة بالظبط، وبعدين الشواية 3 دقايق. أنا حطيت الشوربة حوالي كبشتين لكل صينية كده ودخلتها الفرن. طلعت بقى، قدمتها في طبق التقديم اهو. لذيذة وحلوة قوي، لو عندك ضيوف هتعجبهم قوي. ووجبة كاملة فيها الخضار وفيها النشويات وفيها اللحمة، يعني ممكن جنبها حبة رز أبيض بس وخلاص. وبألف هنا. ولو عجبتك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي.